9 المساء. هلا تذكرنا نسقي الجنينة. فعندي الستروبري عم حطيت لها اورجانيك فيرتلايزر اسقيها لانه فرجيكم اياها كيف صارت. شايفين الستروبري بلشت شوي صغيرة تحمر، فبهيدي المرحلة لازم الواحد يبلش يحط لها فيرتلايزر. فحطيت لها توماتو فيرتلايزر بس اورجانيك. يعني انا ما كل شيء بزرعه اورجانيك، بس بحاول جهدي انه على القليل شغلات الاكل والخضره والفواكه استخدم لها شغلات طبيعيه. قدر المستطاع يعني. هيدي. وكمان لاحظت انه شوفوا البطاطا، لانه جو غير طبيعي لبريطانيا انه هالقد متشتت الدنيا. فحارجع احط بعد وعبي مي. فهيدا اللي بستخدمه، فبحط منه قدر غطا بهيدا ومي فوق. اوكي تقيل شوي. هيدا كمان طلع شوي. نوع كتير اكتايتد اليوم. أنا تأخر الوقت، صار 9:30 هلا. بعده مصحصح مزبوط، بس هلا هوليداي لأن الولاد معطلين. بحط لها هيدي كمان شوية فرتلايزر اورجانيك عشان تهب. أليكس عبالي هيدول الاثنين بدي ازرع فيهم الخيار. بكل وحدة من هدول البلانت. المفروض عندي 3 أو حتى أكثر، بس كوبر كان عم يلعب فيهم فوقعهم، ما بعرف إذا حيمشي حالهم. أوكي هدول اللي بدي أزرع فيهم. بعتقد بدهم بعد سويل. عبيهم لهون إذا بتقدر، بس هيك. أوكي هيدي أول خيارة هلا بدي أسقيها، وهيدي الثانية. بعتقد كمان عندي كم وحدة هون زرعتها. ما نجح كتير معي الخيار هالسنة، بس عندي هاي مفروض في كذا وحدة تانيين، بس بدكن لاقيهم. هدول معظمهم بندورة، بس في كم خيارة سموه. شو كوبا بعتقد هيدي، ولا هدول الكوسة اللي اشتريتهم. شوفوا هدول الكوسة اللي شكلها هيك مدور. هيدي زرعت منها هيديك السنة وطلعوا بجننوا، بسطنا فيهم. فاشتريت 2، ما بعرف وين الثانية. خليني هي حطها على الطاولة. بلش هلا الضوء يروح، فما بعرف قديش فيي ضلني برا الضوء اللي شايفينه من الموبايل، بس السماء صارت عتمة. اوكي هدول الخيارات اللي انا زرعتهم من السيدز. هذا كله كان خيار بس ما طلع غير هيدي نوع وهيدي نوع. فبما انهم صغار، فانا شو رح اعمل؟ رح اعبي هدول الصغار رمل او كومبوست وانقلهم لحتى يكبروا شوي قبل ما احطهم بهيك واحد كبير، لانه ممكن يتعبوا ويموتوا اذا بحطهم بواحد كبير فورا يعني. فرح انقلهم وحطهم بهدول الصغار. وما بعرف اذا عندي وقت ازرع هول، بس هلا بشوف. اوكي هدول زرعتهم، حطيت لهم مي، حطيتهم بهاي قبل هدول ما يكبروا شوي. هلا هيدي كوسة ما بقى عندي رمل، فبكره ان شاء الله بدي اجيب كومبوست بعد، لان عندي كتير شغلات بدي ازرعها. فبتنطر لبكره، بس زرعت الثانية لان كانوا 2.
حطيتهم بهدول بوتس. هلا في كتير ناس عم تسألني ما عندك أرض ليش، يعني إنه جنينة كبيرة، يعني مش أرض بس جنينة كبيرة، ليش بتزرعي ببوتس؟ لأنه الأرض اللي عندي أرض بحرية وكتير سيئة، فأي شي بتزرعوه بالأرض بيموت. بدها كتير شغلات لحتى يعيش فيها شيء. فمثلا مطرح ما احنا زارعين شجر الفواكه، لو بتشوفوا قديش حطينا رمل وشلنا من الارض اللي مش منيحة ورجعنا زدنا، فكتير كتير اخذ معنا، وفي كتير شجر مات معنا بالاول لحد ما هيدول نجحوا. فمشان هيك بزرع ببوتس. بس شوي شوي عم نشتغل على الارض لحتى تصير صالحة للزراعة. بس لوقتها البوتس ماشي حالها. فهدول او شفتوا الباسكتس كيف صاروا، خبرتكم انه رح ينفجروا. وبعد هلا بعد لهم تقريبا شي 4-5 ايام بس مزروعين، فبعد بعد شي اسبوع بتشوفون احلى واحلى كمان. شوفوا القمر، ما بعرف اذا مبين على الموبايل. اوكي رح اترك هلا كل شي، بس رح اغطي الشغلات اللي استخدمتها. هو ما المفروض الواحد يسقي بالليل عشان البزاق بيطلع والسلاجز بيطلع بزيادة، بس لأننا كنا مشغولين اليوم ما قدرنا نسقي الصبح. اوكي نستكمل بكرة ان شاء الله. هلا هنفوت نشوف الاولاد شو بدهم. هذه حخليها هون لانه عم عوزة هلا. وكوبر فوتناه لينام ومش مبسوط، سامعين اكيد صريخه. شوفوا بلش كله يفتح. اوكي بقلكم جود نايت، وبشوفكم بكره بيوم جديد. اكيد ما خلص الفلوج، كملوا معنا. تعرفوا شو عم بكتب نوتس للجيم، لاني قررت بعد تردد كبير اني اترك الجيم. انا ما كتير بحب الرياضة الوحيدة اللي كتير بستمتع فيها هي المشي والركض، وما بحب اركض ولا امشي بقلب الجيم. فكمان اللي شجعني على هذا قراري انه عندي كلب صار، فشو ما كان الجو مضطر اطلع انا وياه، فبسوي الرياضة اللي بحبها بالهواء الطلق. عرفت بتعرف قديش كان صعب هذا القرار اخده، اللي اكثر من سنة عم فكر فيه، بس بعتقد هيك احسن. لانه صراحة عم ضيع مصاري على الفاضي. بروح، مش انه ما بروح، بس ما عم بستمتع بالجيم، ولا عم بحس اني عم بعمل الرياضة اللي لازم اعملها بالجيم. ففي اعمل بالبيت، ونحن صراحة مقررين انه مع الوقت نعمل الجيم بالبيت. فعم نفكر انه نغير الجراج ونعمله صالة جيم منزلية. فبعتقد هيدا ممكن يشجعني اكتر على الرياضة. رح اكبس سند على الايميل وابعته. اوكي جينا على منطقة اسمها بالي. جبت الاولاد، خلصت شغلي على بكير، وابني عم بيحضر امتحانات عنده، فقلت لحتى طلعوا هيك بس شوي بنشتري ايس كريم. عندهم هون اطيب ايس كريم دقتها ببريطانيا كلها. طبعا انا ما رح اكل ايس كريم، بس عندهم عن جد ايس كريم كتير 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 مميزة بهذا المطرح. وهي البلدة بحد ذاتها
كتير شارع واحد صغير كتير، بس بتحسوها بلدة إنجليزية 100%. اللي بده يزور هيك شي مطرح بريطاني يحس هيك بالأجواء البريطانية بدكم تجوا على بيرلي. كتير حلو الستور. قبل ما نجيب آيس كريم، ليلي حابة تزور هيدا المحل اسمه Sugar Mice and All Things Nice. خلينا نفوت ونشوف شو عندهم جوا. Sweet shop. يعني هذا المحل مثل تراب للولاد، كل شي فيه حلو. ماما شوغر مايس. ماما هيدول اللي رح يجيبون. ماما crystals. Look at the earrings and the rocks. Okay. Who would ever buy this? Too sour. I like sour, but not that. I like sour. I like the sourness fades away. Oh, there's a car coming in the other way. Wait. All right, let's go. I'm like, oh, sweets, Mama. Okay, so هيدا أحلى مطرح ببيع آيس كريم. Anywhere but the fairies. Oh, thank you. Okay, choose a place and sit down. قعدنا شوي لحتى يخلصوا الآيس كريم تبعيتهم. بعدين بدي اروح على الجاردن سنتر اجيب رمل مشان نكمل الزراعة تبع امبارح. فما بعرف اذا بوصل الاولاد بالاول على البيت وبعدين بروح لحالي. بدكم تروحوا معي؟ انت بدك تروحي معي؟ جاردن سنتر. You don't want to? Shall I drop you off home? روح معي ليلي بس. I'll think. You'll think? طيب think. هذا المحل اللي فتنا عليه كان بيج ميستيك يعني، بس اول واخر مره. بس شوفوا شو جابوا هدول جوب سوسج اسمهم. وجابوا كلوتد كريم فادج اللي بيجي على بريطانيا يعني، وعلى الاماكن الريفيه لازم يجيب كلوتد فادج يعني، ما بيصير. ما بعرف كيف بياكلوه، انا ما بحب ابدا طعمته بس ولادي بحبوه. وجابوا هيدي stupidly sour، كتير حامضة طعمتها. الوحيدة اللي بتقدر تستحملها هي ليلي. وبتذكروا هدول انا اللي اشتريت لهم اياهم لانه ذكروني بطفولتي. هدول اللي بتحطوهم بتمكن بصيروا بتقطقوا بقلب التم. فتذكرت نحن وصغار كنا كتير ناكل منهم، جبت 3 لاولادي. احلى شيء بالمحل هو المحل بحد ذاته اسمه what sugar mice and all things nice. sugar mice and all things nice. كتير اسمه حلو. هو جوا هيك كتكوت المحل يعني، كنا نحن وعائلة تانية وما في مطرح نتحرك. كتير ضبطوا المحل. بس كل محلاتها هيدي المنطقة هيك صغيرة وتراديشنال. هاي المنطقة مشهورة بالسحر. ايه في كتير محلات هيك بتفوتوا بتلاقوا كتب تعويذات وكريستالز وشغلات مثل هاي. لأن بيوم من الأيام هن كانت آخر منطقة اعتنقت المسيحية بيقولوا ببريطانيا، وكان فيها ساحرة كتير مشهورة بيتبعوا الدين الويكا بعتقد اسمه
الدين اللي بيعتبروا حالهم سحرة يعني. فكانت آخر منطقة ببريطانيا أو قرية ببريطانيا اعتنقت المسيحية، فمشان هيك مشهورة بشغلات السحر وهيك شغلات. بس الآيس كريم تبعيتهم عن جد مثل السحر، كتير طيبة. فاللي حابب ياكل آيس كريم حلوة وهو متواجد ببريطانيا عليكم بهذا المطرح. بس للي عم يتساءلوا كيف رح اسمح لأولادي ياكلوا كل هاي الشغلات، هاي الشغلات أنا رح أخدها حخبيها وكل يوم بسمح لهم بحبة، فمش رح ياكلوا كل هاي الشغلات دفعة واحدة طبعا. ما هيك كتير مقرفة اللي عم تاكليها، ما هيك؟ Sour. عملتي فيس مش حلو بالمرة. I was like, That's the point, to make a face. no, I do this when I eat really sour stuff. I'm like, it's squid. But at the end it tastes like bubblegum. والله يعني أول شي كتير ساور، كتير حامضة، وبعدين قال طعمتها مثل البابل جام بس لحتى تمصوها كلها. we could have. بس ما عنا تايم كتير، في كتير ناس. هلا بعدين بنمشي كوبر later. كتير في عالم، مليانة عالم. You can find fairy doors. فرجيني هون الفيري دور. There's more. There's one. هنا بيعملوا مثل فestival الفيريز، بيجوا العالم بيلبسوا مثل الجنيات الصغار، وبعتقد بأوغست بيساووا بشهر 8. حلو كتير. مرة جينا كانوا كتير صغار، لبستهم تياب فيريز وهاي، انبسطوا كتير. وموسيقى وفيكم تشتروا شغلات وأكل فحلو. اوكي حافتش على اورجانيك. هيدا منو بعتقد هيدا الاورجانيك. multi purpose. عم نظبط البورتش تبع البيت، مدخل البيت من برا، فبدنا نغير الحجرات او البلاطات، بقولوا لها تايلز هون. فعم نفتش على شي حلو يعجبنا ونشوف. انا عاجبني هيدا، بس فرجيكم اللي عاجبه لأليكس. هيدا كمان حلو. اوكي قررنا على هيدي. That sounds. heavy. Yes.
نمشي. بعد لهلا بخلص الزرع، بس اشترينا تايلز وصلناها على البيت. اخذنا كوبر ومعنا ليلي كمان اليوم حابة تمشي معنا، فاليوم ما رح اركض، حاسة حالي تعبانة كتير، بس رح نمشي شي ساعتين، رح نطول المشي. هلا الساعة 7:30 المساء، يلا نمشي. صباح الخير، الساعة 7 الصبح. عملت قهوة، بدي اقعد انا واريكس نشربها برا، بس حسيت بردت الجو، شمس اليوم، بس بعد ما قويت الشمس. كيف الورد، شو احلى. برد ما رح نلبسنا. اوكي خلينا نبلش بالقهوة هلا. هوتك هون ما في شمس. طيب خلينا نقول نقعد بالشمس، عن جد برد اليوم. ثانك يو. لا شوفوا هالمنظر، في احلى من قهوة هيك قدام الخضار. شوفوا هونيكي، هيدا كنت زرع توم، بعده التوم موجود، بس كوبر عم يحفر هونيك، خرب لي الدنيا. شايفين منظرهم؟ هلا بعدين ما نروح نشوفهم ونطلع عليهم. بالعادي بفتح. هدي اضبط شوي. اوكي حطها محل هديك القديمة، بس ما عم تزبط، لان شوفوا اجريها كيف. عندي هيدا بعتقد اضبط. نايس. هيدي غير لها مطرحها، حطها هون. عندي هاي ممكن احطها بهيدا تزبط. رح احطها هون. يوغا اليوم، هلا رايحة. اللي بدنا نظبطه هذا اللي جبنا له البلاطات امبارح، بس بخبركم اكثر عنه لما ارجع لانه متاخره. اوكي شفتوا كيف المنظر هون صار. رح نساوي منبلط بهيدا الحلو، هيدا المنطقه، وهيدي رح خليها هيك. وهون في عندي بلان كتير حلوة. سو البلان اني حابة احط مي، فيتشر ووتر فيتشر هون. وهيدي كلها بدي ازرعها، لانه حاسة البورتش كتير طويل، ما له داعي ابدا. فبس هيدا رح يكون مبلط، وهيدا رح نزرع فيه. صباح الخير، صرنا تاني يوم الصبح. حطيت كوبر بالسيارة وبدنا نروح نمشي نعمل رياضة اليوم، نركض شوي. فرجيكم كيف صار حد البيت. شوفوا هيدا الأرض، مثل ما قلت لكم هيدي خليتها بدنا نعملها مثل حد، نحط حجر طبيعي، وبعدين بدنا نحضرها للزرع. بدي ازرعها، بس كتير حلو طالع. شوفوا الروزز، هي اللي حد البيت كنت عم اخبركم عليها.
شوفوا ما لذة، بعد لا تكبر أحلى وأحلى. الجو كتير حلو، شوفوا الورد كله تقريبا مفتح. وهيدي حاملة كتير، بس واحدة صغير اللي مبينة بعد. اوكي كده كده وحيل. الله البياض، شوف البياض، أنا ما بعرف الله وين طعمني هالبرادة معه، ما بعرف. كله وحل صار. شيء يشربوا يمكن. أو هن عم يطلعوا فيه كمان. ما حنقرب عليكم، مسكته أنا، مسكته منيح. No, stay here. تعال هون، تعال هون. رجعنا على السيارة، ركبنا ومشينا وبلينا مي. جو كتير حلو، كتير 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 حلو. حط له مي يشرب، بعد هالركض كله. done. You want some treat? البسكيت. Here you go.
make some more? بعدك عم تاكل سوري. اوبس لا. طيب روق روق. هلا وصلوا على البيت وبعدين اخد شاور على السريع وبدي اروح التقي صاحبتي، عندي كم مشوار وممكن اشرب قهوة كمان. اللي زمان ما شفتها كان اجازة، هي كانت مسافرة وانا لما اولادي بيكونوا بالبيت ما بقعد بشوف حدا بالمرة الا الناس اللي عندها اولاد قد اولادي. اوكي خلينا نروح. ما إلي قلب اترك هالمطرح الحلو وهالشمسات الحلوين، بس الوقت بيمرق بسرعة. اوكي شوفوا زرعت كتير شغلات اليوم، جنيني قايمة قاعدة بس كان لازم. بعد اللي كتير شغل، بس خليني نفرجيكم شو سويت. هلا الساعة 9 إلا بالمساء. زرعت هول البندورة أنواع مختلفة، سقيتهم وحطيت لهم قش كمان مشان لأنه الجو غير اعتيادي حاليا ببريطانيا، يعني كتير شوب ما عم تشتي أبدا، حتى بالليل ما عم تشتي، فكل شي تحسوه زعلان. النعنع كتير ما بعرف ليش هيك هالسنة، ممكن بسبب الحرارة أو ما بعرف، أكيد بسبب الحرارة. وهون زرعت 3 من الستروبري اللي مثل التوت، يعني تطلع مثل حبة توت صغيرة. فجبت 3 وزرعتهم. هدول بيملوا المطرح أو بيتسلوا فيهم الولاد. طعمتهم مش كتير حلوة مثل الفريز العادي، يعني شوفوا ما شاء الله قديش حاملين. وهذول اللي تحت كمان. اوكي شو عم تعمل؟ بياكل الستروبري. لك هاي ما احلاها. بالعادة هاي الشغلات ما فعليا بتزهر هالقد الا على اول شهر 7، بس بسبب الحرارة. شوفوا كل شي فتح. اوكي خلينا ننزل على الدرج. كنت عم بسقي البصل والبندورة، مش البندورة، الثوم. شوفوا الثوم كنت عم خبركن عليه من كم يوم، خربوا كوبر. شافني بيوم عم بشتغل فيها وخلص علق على هيدا البد، بيطلع بيحفر، الثوم كله راح للأسف. فحأتركن، ما بعرف، هحط لهم اورجانيك فرتيلايزر بركي بهالكم يوم، ما بعرف، ممكن يكملوا، ما بعرف. وهدول البصل مبسوطين، بس انا عم بسقي لاحظت انه بلش يطلع هيدي الورد تبعه، لازم نشيلها مشان لانها بتاخد كل الانرجي بقلب البلانت، فلازم. هي وحده كمان ما شاء الله. هدول ما بكبون الواحد، هدول اذا بتقصوهم بتحطوهم بالسلطه، بتقلون مع بيض، واو بجننوا. فبدي احاول انه اشيلهم على بكير قبل ما تفتح الزهره.
ريحتهم كتير حلوة. وين أنا شفت كم وحدة هون ما عاد شايفتن. هاي وحدة هون، وشفت وحدة تانية. هو على كل الأحوال بدي أرجع كل يومين هيك طل عليهم وشيل أي وردات موجودات، لأنه ما كلهم مطلعين. فا it's okay إذا ما انتبهت لشي شغلة. اوكي، والكيل بلش يورد، هذا يعني انه صار على اخر موسمه. هدول بس هدول بعدهم منيح، بعدها طرية له الورقة. بهاي المرحلة ورقتها بتبلش شوي تخشن، فإذا بدنا ناكل منها لازم نعجل. وهيدا هوني أنا زرعة ستروبري كمان، حبتها كبير. المفروض السنة الستروبري مبسوط بسبب الحرارة. اوكي، كوبر جننون كان عم يركض حوالين الان، جننون. بالعادة ما بيهمون، بس اليوم وهلأ لأنه كمان صار مساء بصيروا شوي خايفين. اوكي، بعتقد الضوء رح يروح بعد شوي. الشجرات ما سقيتهم، ان شاء الله بكره الصبح بحاول اذا صار عندي وقت، لانه لازم كل شيء لازمه سقاية. بهيك جو في ناس بتسقي الصبح وعشية، لانه الزرع منه معود هالقد على الجفاف. لو ببلد مثلا عربي مثلا نفترض متعودين النبات، الارض متعودة انها ما تنسقى وتشرب مي بكترة، ما بيأثر. بس هون لأنه الأرض التربة مش معودة على الجفاف الطويل، تلاقوا كل شي بيزعل قوام إذا ما بتسقوه بتعطوه مي بشكل كافي. قدام هالروز الحلوة بدي أقولكن باي باي، وبتمنى لكم يوم أخضر مشرق ومليء بالتفاؤل.